تخيل إن هو كتب نعي وفاته بنفسه، القارئ الشيخ محمود علي البنا. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اتولد الشيخ محمود علي البنا سنة 26 في محافظة المنوفية. وسبحان الله والد الشيخ محمود ما كانش بيعيش له أولاد، لما ربنا رزقه بالشيخ محمود وهبه نظره للقرآن، وده اللي خلاه في سن صغير يحفظ القرآن الكريم بجودة عالية جدا. وسريعا انتقل الشيخ محمود علي البنا لطنطا عشان يكمل دراسته هناك. والجميل ان طنطا في الوقت ده كانت تعج بكبار القراء المعروفين، وعلى رأسهم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فعلا الشيخ محمود علي البنا تأثر بشكل كبير جدا بالشيخ عبد الفتاح الشعشاع وبالطريقة بتاعته، وده اللي خلاه يخرج لينا بطريقة تجويد ما شفناش قبل كده. قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبقت متفردة ومتميزة وخاصة بالشيخ البنا. ومش بس كده، ده طورها مع مرور الزمن. تجويد الشيخ البنا وهو صغير غير تجويده وهو كبير. سبحان الله، الشيخ محمود علي البنا بالأخص كل ما كان بيكبر كل ما كان صوته بيزداد حلاوة ووقار وخشوع. من خشي الرحمن بالغيب في المرتل للشيخ محمود علي البنا من أتقن المصاحف المرتلة اللي شفناها، من أول آية لآخر آية هو رتم واحد مغيروش، اتقان مظبوط وطريقة مريحة للأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. طبعا الشيخ البنا بيعد من الخمسة الكبار، أكتر 5 قراء تم الإجماع عليهم إن هم أتقن من قرأ القرآن، طبعا اللي هم الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وطبعا الشيخ محمود علي البنا رحمة الله عليهم جميعا. وزي ما قلت في أول الفيديو إن هو كتب نعي وفاته بنفسه. سبحان الله، قبل وفاته بأيام نادى على ابنه وملاه النعي بتاع وفاته. ويقال والله اعلم ان هو طلب من ابنه ان هو يحط معاه شريط تسجيل مسجل عليه القرآن بصوته في دفنته. وعلى ذكر شريط الكاسيت، والدي رحمة الله عليه كان مسجل حفلة قرآنية للشيخ محمود علي البنا، كانت مميزة جدا، كانت سورة الأحزاب وقصار الصور، وكان دايما بيشغلها في البيت، ودايما كان بيشغلها على تسجيل العربية واحنا مسافرين في اي حتة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. دايما التلاوة ديت مرتبطة معايا بصغري وبطفولتي، دايما بشغلها وبفتكر والدي رحمة الله عليه وبفتكر أيام الطفولة. وإني كلما دعوتهم حتى سبحان الله الوقت اللي أنا بسجل فيه الفيديو إذاعة القرآن الكريم بتحتفل بذكراه. ربنا يرحم أمواتنا جميعا ورحمة الله تعالى على الشيخ محمود علي البنا، وربنا يجازيه خير عن القرآن. ولحد هنا الفيديو خلص، لو عجبكم ادعمونا بلايك وشير عشان نقدر نكمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنت معكم مصطفى سعد، والسلام عليكم.